خد بالك، في حد بيراقبك. مين اللي بيراقبك؟ الحد ده مش عين، مش ودن، مش شخص، مش كاميرا موبايل، مش تكنولوجيا معينة. امال ايه الموضوع بالظبط؟ اقول لك انا ايه الموضوع. بيحصل لك اوقات ان انت بتبقى واقف بتفكر في حاجة ما بتعملش حاجة، انت واقف وخلاص، وكل ما تفكر وتنوي ان انت تعمل حاجة معينة تقول استنى شوية، لسه مش وقتها. الكلام ده بيحصل ازاي؟ والتردد ده بيحصل ازاي؟ بيحصل نتيجة ان في حاجة في دماغك، الحاجة دي جات لك نتيجة إشارة من مخك ان انت تستنى شوية، مش وقتها، ما تعملش الحاجة دي دلوقتي. ده لان مخ الانسان متعود ان هو يراقب قبل ما يتحرك، يراقب كل تصرفاتك. طب بيراقبك ازاي؟ بيشوف التجارب القديمة اللي انت مريت بيها، ويشوف الخبرات السابقة اللي انت مريت بيها وانت صغير وانت ضعيف، ويبدأ ان هو يسجلها ويعمل عليها علامة. كلمة زعلتك، موقف معين، تجربة وفشلت، مشاعر معينة انت مريت بيها، يبدأ كل حاجة يسجلها ويعمل عليها علامة. وتفضل العلامات دي تتكون 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 لحد ما تكبر وتتحول لصوت هادي يقولك بلاش. الصوت ده مش صوت مجنون ولا صوت بيهزر، هو صوت جواك هدفه انه بيحميك، او هو فاكر نفسه ان هو بيحميك. هو ايه مشكلته؟ انه بيستخدم خرايط قديمة في طرق جديدة، بيستخدم لي حاجات امبارح في طرق النهاردة. موقف قديم عدى عليا اثر في نفسيتي، اتكونت خبرات سابقة والمخ علم عليها علامة تضيع لي قرارات مصيرية دلوقتي. المشكلة مش في كده، المشكلة ان زمان ده انت كنت صغير وكنت ضعيف وقراراتك صغيرة، وكنت شاب مراهق او بنت مراهقة وكانت قراراتكم متذبذبة، ما كنتوش مستقرين في مشاعركم. اما دلوقتي الوضع اتغير، احنا كبرنا وبقينا اكثر نضج وعندنا خبرات كبيرة وقراراتنا محسومة. قراراتنا دلوقتي غير زمان تماما، فبالتالي ما ينفعش الكلام ده، فالصوت ده لازم يخف شوية. عشان كده بنحس ان في حد بيراقبنا، مش حد واقف ورايا، لا، ده الحاجة دي جوايا ومشكلتها انها بتحسب كل خطوة. عشان كده بقى لما بتيجي تفكر في اي حاجة جديدة يبدأ التفكير يزيد والراحة تقل والحماس يهدى. وعلى فكرة ده شعور طبيعي، ده حاجات كتير بتحصل لان عقولنا بتحب الامان وتخاف من اي حاجة جديدة حتى لو كانت حلوة. تيجي تكلم حد يقول لك لا، خلينا في اللي نعرفه، خلينا في القديم، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش حتى لو كان بيتعبنا. ملوش لزوم ندخل في حاجة جديدة وترهقنا وندخل في ريسك جديد وحاجات جديدة ويا نفعت يا لا. وهنا بقى الخوف ده هو اللي بيخلينا نوصل للمراحل بتاعة المراقبة بتاعتنا. فالمفروض ان احنا نعمل ايه بقى؟ نقعد كده وناخد نفس ونصنف العقول. في عقول العافية، يعني لازم تعرف انت عقلك ده بيقول لك انت متأكد ولا بيقول لك اقفل الموضوع. الفرق ان العقل الاولاني ده بيساعدك، اما العقل التاني ده بيعطلك وبيوقفك وهيخليك محلك سر، ما بتعملش اي حاجة. فالمفروض ان انا المراقب بتاعي ده بقى اقعد كده معاه واتفاهم معاه واشوف التجارب القديمه بتاعته واشوف الدنيا دي وافرمطه واعمل له ابديت. محتاج تحديث، ما ينفعش امشي بخرايط زمان، ما ينفعش طرق الجديده مختلفه اتعمل لها ابديت، فلازم المراقب ده كمان يتعمل له ابديت. هنا بقى لما هعمل له ابديت المراقب ده مش هيبقى عدو ليا، ده هيبقى صاحبي وحبيبي. وهنا في هيتحول لان هو بينبهني، مش بيديني فرامل طول الوقت، مش بيوقفني غصب عني طول الوقت. فبالتالي بقى هو كده الامان بتاعي. وفي الحالة دي المراقب بتاعي موجود وعلى عيني وموجود في قلبي وعقلي، مفيش مشكلة، بس مش لازم دايما هو اللي يسوق.